ما هو وجوده برضه في حياتنا حيطلعنا برا أورشليم. منورين الدنيا يا شباب، اهلا بيكم. طيب، قبل ما نتجمع كده هنقول ترنيمة، هي ترنيمة محبوبة للكل. اسمع صراخي يا سيدي، وإلى صلاتي أميل أذني. اسمع صراخي يا سيدي، وإلى صلاتي أذني. ارحمني وامسك بيدي، ارحمني وامسك بيدي، فأنا في حاجة شديدة إليك، فأنا في حاجة شديدة إليك. قد أحاط بي نهر، ثم أحاط بي غمر. قد أحاط بي نهر، ثم أحاط بي غمر. والعشب التف برأسي، والماء عبر إلى نفسي، والماء عبر إلى نفسي. بسم الله والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا بحضراتكم في إلهنا القوي، أهلا بكل الموجودين. هنتكلم عن معجزة. هو دايما كده يوم الأربع بنتكلم عن معجزات اللي فيها التوبة بتاعت أبونا مينا عبود، وبصراحة المعجزات اللي فيها التوبة دي بتغير جوانا كتير قوي. عيلة عايشة في أوروبا، كان مهندس ومهندسة اتجوزوا في مصر، وما قعدوش كام سنة وسافروا على بلد في أوروبا. بدأوا يعني يشتغلوا كل الشغلانات اللي تتخيلوها، ما كانوش عارفين يشتغلوا بالشهادة بتاعتهم، اتبهدلوا من أول غسيل الصحون لحد الأمن، لحد ما ربنا أراد إنهم يكبروا، وما كانوش خلفوا. لما بدأوا ربنا يديهم عيالهم، بدأوا طبعا ما يعرفوش مصر، اتعلموا كل حاجة في أوروبا. تربية أوروبا غير تربيتنا خالص نهائي يعني طبعا مع احترامي لأوروبا والتكنولوجيا بتاعتها والرقي بتاعها وحاجات كده يعني، إلا إن الحياة مع ربنا مختلفة تماما 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 تماما. كانوا واخدين عهد على بعض إن هم يحافظوا على هويتهم، على مصريتهم، على تقاليدهم، على ربنا اللي اتعلموه، على ربنا اللي هو معشوه في مصر. وخصوصا إن هو كان شماس وهي كانت خادمة، فشاربين من الكنيسة الأرثوذكسية تمام يعني. لما خلفوا والدنيا خدتهم واتمرمطوا، ما عرفوش يوصلوا عيالهم للي هم خدوه. ده كان صعب جدا جدا جدا. جه بعد كده العيال كبرت، في وسط المراحل دي كلها كانت حياتهم ملخبطة، شوية مشاكل، شوية خصامات في البيت، شوية دي أملية. يعني هم الشيطان ما كانش سايبهم خالص. المشاكل بدأت أول ما الأولاد كبروا بزيادة. كان في مشاكل حقيقية بقى جامدة ومشاكل صعبة. البيت كله تقريبا كان بعيد عن ربنا، كله كان بعيد عن ربنا. الراجل كان يعرف ابونا مينا ان هو شهيد العريش، لكن اكتر من كده ما كانش يعرف حاجه. بدأ الراجل يشفع بابونا مينا عشان خاطر بيته. احنا قلنا هو كان شماس، كان دايما يقول لابونا مينا: يا ابونا مينا، انا شماس زيك، وانت كنت في لجنه الالحان لحد ما بقيت كام، بس انا حياتي شبه حياتك، وانت رحت العريش متغرب، اي نعم هي في مصر بس كانت غربه، وانا في البلد دي متغرب، وانا يا ابونا مينا رب الاسره. في مشاكل بيني وبين مراتي، هي عايزه العيال يتربوا التربيه الاوروبيه، وهو عايز العيال يتربوا التربيه المصريه، ولا ده كان هينفع ولا ده كان هينفع في وسط المجتمع بتاعهم. لدرجه العيال بداوا يميلوا لمامتهم،
وبدأت تبقى في فجوة ما بين الراجل ومراته وعياله. وفي مرة من المرات واحد منهم كان شارب ولا كان عامل ايه، واحد من اولادهم يعني، وكان جاي مع بنت البيت. الام طبعا لما شافت كده قالت له مشيها. قال لها ما ينفعش امشيها، انتوا هذا اصحابي ياكلوا وشي. ومع الاسف دخلت، وبعد كده ابوه شاف القصه، الدنيا ولعت، ابوه طرده بره البيت. والتاني قال له انا مش محتاج لك. هي البلد ديت اللي احنا بنتكلم عليها بتاعت اوروبا دي، جنبها بساعتين في بلد تاني، يعني جنبها بساعتين في بلد تاني. البلد ديت اي حد يعني ايه يسافرها في ساعتين، فقرر انه يروح البلد التانيه دي. طب كويس خالص. وبعدين بعديه هما كان عندهم ولدين. بعديه الواد التاني مش عاجبه العيشه بتاعت باباه ومامته خالص، وكان بيطلب ان هو يعني ايه يشق طريقه في مكان تاني. الام طبعا اتخانقت مع الراجل، قالت له شفت طفشت العيال، انت طفشت العيال. وهي كمان عايزه تسيب البيت. وقيس فجأة الولد البايظ راح بلد جنبهم، والتاني سابهم عشان يعيش حياته بحريته. والام شافت كده فسابت للراجل البيت عشان هو طفش العيال. وقعد الراجل ده بطوله، وجه في ليله قعد يعاتب ابونا مينا عبود شاهد العريش. قال له يا ابونا مينا، انا في غربه وانت عارف كويس مشاكل العيال، وعارف كويس وجع القلب اللي احنا عايشين فيه. انا كده فجأة بقيت لوحدي يا ابونا مينا. طب انت قابلها يا ابونا مينا. وفضل بقى في عتاب مرير مع ابونا مينا. ما وقفتش جنبي ليه؟ ده انت بتروح للناس اللي محدش فيهم بيطلبك، وبتروح له وبتحل مشاكله. انا طلبتك، انت مستني لحد ما البيت فضى عليا؟ يعني انت كده قاعد مبسوط؟ انا بيقولوا عليك جدع. فين الجدعنه دي يا ابونا مينا؟ وفضل الانسان دوت يبكي بكاء مرا، وراح مع الاسف قلب صوره ابونا من عبود شهيد العريش. ساعات لما البيت بيتفرق كل واحد بيبص لنفسه، كل واحد يلا نفسي. الواد الاولاني البايظ ده قال لك لا، انا البنت الفلانيه دي انا عايش معاها زي ما انا عايز، بره حريه مطلقه، ما تقدرش تمنعه على فكره. والتاني مش عايز ان ابوه يطرده، فهو مشي من نفسه، وهو كمان فكر في نفسه. ومع الاسف الام ولا راعت العشره ولا عملت اي حاجه، وهي كمان سابت البيت. وجي الاخ ده صلى مزمور لماذا انت منحنيه يا نفسي، وهو بيصلي المزمور دوت اتوجع، جاله شبه جلطه، وكان تعبان جدا، وكان لوحده في البيت. بص لصوره ابونا مينا عبود شهيد العريش، يعني هو بص لصوره ابونا مينا عبود، وكان بقى العتاب مرير. التاني طبعا بيطلع في الروح فما بيتكلمش، فقعد يقول لابونا مينا ايه؟ ها خلاص فضيت عليا البيت، اكن ابونا مينا هو السبب. وفي نفس الوقت انت يا ابونا مينا ما عملتش حاجه، لدرجه اني هموت وانت ما عملتش حاجه برضه. احنا قلنا صوره ابونا مينا هو قلبها، وبيعاتب الصوره وهي مقلوبه. ابونا مينا جاله بطوله قدامه، والراجل كان ساند على حاجه او نايم على حاجه مش عارف يقوم يعني. ابونا مينا لمس ايده وشده وقومه. اول ما ابونا مينا مسك ايده، هو مسك ايد حقيقيه، يعني ما كانش خيال، وما كانش ما كانش خيال خالص، لا دي كانت حاجه حقيقيه وملموسه، ايد ماسكها حقيقي. وحس ان ابونا مينا بقى ايه؟ لا ده موجود. في اللحظه دي ما قدرش يتكلم كلمه، ابونا مينا بيشد وقومه. ابونا مينا لما بيجي لحد في اغلب الاوقات بيبقى مبتسم. ودايما كنت اقول كده ابتسامه ابونا مينا عبود شهيد العريش فيها معاني كتيره قوي. يعني لو سرحت كده مع ابونا مينا لا انت توصل للكتير، وكل لحظه مع الابتسامه دي توصل لك رسائل اكنه بيكلمك من غير ما يتكلم. ابونا مينا كان مبتسم وشده كده شدة رجوله، وراح مقومه. الاخ ده ما نطقش، ولا انت فينك يا ابونا مينا، ولا فين عيالي، ولا فين مراتي، ولا فين اي حاجه خالص. فضل متسمر شايف الشهيد العظيم ابونا مينا عبود قدام وشه، شايفه كده، شايفه رؤية العين، وابونا مينا مبتسم. المهم في اللحظه دي ابونا مينا قومه واختفى. الراجل حس ان في قوه، حس ان هو خف، حس ان هو لا في حاجه. عدى صوت ابونا مينا وقعد يقول له حقك عليا، حقك عليا، حقك عليا، حق. ما كانش بينطق غير حقك عليا دي، اللي حكى لي القصه دي الراجل نفسه. وكان بيقول لابونا مينا يعني انا على اخر يا ابونا مينا، وانت حقك عليا،
وانا تتقطع ايدي لو قلبت صورتك تاني، تتقطع ايدي لو قلبت صورتك تاني. انا ايه اللي عملته ده؟ شوف انا قد ايه لومتك وقد ايه انت وانت جيت لي، الله اعلم لو انت ما كنتش جيت لي كان ايه اللي ممكن يحصل لي. قعد يقول لابونا مينا طب قول لي اعمل ايه. كان الراجل ساعتها يهمه حاجه واحده بس، ان ابونا مينا ما زعلش منه. وقعد يقول لابونا مينا طب ممكن تجيني تاني، طب ممكن تفهمني انا ممكن اعمل ايه. وفضل الانسان دوت مستني ابونا مينا يقول له طب اتكلم الصوره. كان بيحضر معانا تمجيد الهنا القوي، وكان بنعمل تمجيد ساعتها من ماري لوقا، فناس كتيره كانت بتحضر معانا التمجيد ويمسكوا شمع الرفيع ده. فهو بدأ يواظب على تمجيد إلهنا القوي ويمسك شمعة ويقول لابونا مينا أهو التمجيد بتاعك أنا بحضره بتاع كل سبت، التمجيد بتاعك ما بفوتوش، أنا مستني تقول لي أنا أعمل إيه. وفضل الإنسان دوت في حالة، أنتوا عارفين اللي هو إيه، لن أتركك حتى تباركني. الراجل ده عاشها، الراجل ده عاش الكلمة دي، لن أتركك حتى تباركني، بس مع أبونا مينا. احنا قلنا دايما ابونا مينا كاهن وما زال كاهن. في المديحه بتقول كنت كاهن امين، انا بقولها انت كاهن امين. وفي ليله تاني بكى، يعني كان بيحضر التمجيد مستني ومفيش حاجه تحصل، ويقول لي انا هحضر التمجيد كل سبت. وبالرغم من ان ساعات اوقات شغله ما تناسبوش، الا انه كان بيحاول انه يوفق نفسه. رئيس فجاه ابونا مينا جاله للمره الثانيه. بس ابونا مينا عبود لما جاله في شكل غريب جدا. ابونا مينا كان لابس ابيض بالتونيا بتاعت الكهنوت بتاعته، الابيض كان مغطيه كله، يعني اكن التونيا كبيره عليه شويه. هو قال التونيا كانت كاسياه مش كبيره عليه، يعني تحس ايه طويله قوي لغايه مغطيه تقريبا ايده. وكان مبتسم وبيقول مزمور. ابونا مينا كان بيرنم مزمور، قال لي مش فاكر ولا حاجه غير كلمه واحده بس. الكلمة ديت اللي في المزمور أنا نفسي من قبل ما أسمع القصة دي أنا كنت أحب قوي الآية دي، وساعات كنت أقولها لناس كتيرة من قبل ما أسمع القصة بتاعتهم. يعني الرب يجمع متفرقي إسرائيل، الرب يجمع متفرقي إسرائيل. بس أبونا مينا كان بيقولها باللحن، بيقولها بترنيمة. من عادة صليب اللي هو صليب صاحبي بتاع الكلية اللي هو صديق عمري، من عادته مفيش مزمور يقوله غير باللحن اساسا، اي مزمور. و... ويمكن انا اتعلمت ان لحن المزامير زيه، وكان يقول كل مزمور بلحن معين هو خد عليه خلاص. مره كنت بنصلي مره فلقيته بيقول اللحن وما بيطولش، يعني دمج بسرعه بس بلحنه كده يشدك. فابونا مين لما جاله كان بيقول المزمور اللي هو ال 146 الرب يجمع متفرقي اسرائيل ويجبر جميع كسورهم، المحصي لكثرة الكواكب ولكفتها يعطي أسماء وهلم جر. هو ما سمعش من المزمور أو ما تذكرش غير كلمة دي. وبعد كده بعد ما أبونا خلص المزمور ابتسم له. فضل الراجل دوت يقعد أيام يصلي المزمور دوت، أيام وأيام جابت أسابيع، لحد من قبل ما نسيب أبونا لؤى كنيسة ميلوقا بحاجة بسيطة كده. أبونا مينا بقى عمل موقف رهيب. هو قاعد يقول لابونا مينا متفرق اسرائيل هم مين؟ احنا يعني انا وعيلتي احنا متفرقين مثلا. طب واسرائيل ده يطلع مين؟ ورب هيجمعنا ازاي؟ احنا كل واحد فينا بقى ليه شكايه على التاني. انا باتناقم على عيالي ومش عايز اشوفهم خلاص، وعيالي متخيلين ان انا ضدهم ومش عايزهم في حياتي. ساعات بنوصل كده بعض الاحيان. ومراته مش مع عياله، في نفس الوقت حست ان عياله او هو السبب في انه عياله اتفرقوا، وكل واحد قدام ربنا يقول له يا رب خد الحق من فلان ده. او ممكن يدعوا على بعض، يعني ممكن تبقى في رساله بينهم كلها بالشتيمه قد ما هي ربنا ينتقم منك، ربنا مش عارف يعمل. كلام صعب 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 صعب. من قبل بقى ما نسيب ما يلقى كده بوقت صغير، هو كان بيكلمني، جه في يوم سبت وقال لي حاجه عجيبه قوي. قال لي على فكره ربنا بدأ يصلح. بعد كده بعت لي تاني يقول لي مراتي رجعت، وشويه الابن البايظ الاول واحد مشي رجع، وشويه الام والاخ التاني جابوا الواد التاني،
كلهم اتجمعوا تاني. فلما سمعت الكلام كده كل شويه يبعت لي حاجه، فقلت له لا قول احكي لي. قال لي فاكر الايه بتاعه الرب يجمع متفق اسرائيل؟ قلت له اه. قال لي بالظبط ابونا مينا عمل كده. ابونا مينا راح لمراته وكان مبتسم وقال نفس اللحن، نفس المزمور بنفس اللحن، وهي ما حسيتش او ما سمعتش غير كلمه متفق اسرائيل. الواد التاني البنت اللي كانت معاه عملت معاه مشكله كبيره قوي ووصلت للبوليس وكانت حاجه صعبه قوي، وما لقاش حته يتدارى فيها غير بيت ابوه. ولما رجع لابوه كان طالب الحمايه انه يبقى يقعد في بيت ابوه وابوه يشوف له حل في القصه الصعبه اللي اتورط فيها مع البنت دي. والولد والام جابوا الولد التاني اللي كان ساب البيت وعايش حريته. الراجل يحكي ويقول كلنا رجعنا بادب. قال لي انا شويه كنت عصبي عليهم، بقيت بكلمهم بادب. الواد ابني بكلمه بادب. الواد اللي بايظ ده رجع بادب، ما كانش قادر يرفع عينه في وش ابوه. والست اللي ما كانش عاجبها التربيه تقول له اعمل اللي انت عايزه، انا يظهر شتيت مع العيال. والبيت حاله انصلح من ساعه ما ابونا مينا زار الراجل وزار الست وقال لهم الرب يجمع متفرق اسرائيل. آية ليها سلطان وليها العجب. ربنا هيجمعكم، هيدخلكم، هيقربكم. الرب يجمع متفرق إسرائيل. وهنتكلم في دقايق عن متفرق إسرائيل. المزمور ده من أوله بيقول إيه؟ سبحوا الرب فإن المزمور جيد، لإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل. إيه أورشليم اللي ربنا بيبنيها؟ وإيه متفرقي إسرائيل اللي هيجمعهم؟ متفرقي إسرائيل دول ربنا بيجمعهم علشان يدخلهم أورشليم اللي هو بيبنيها. طب أورشليم دي مين؟ وإسرائيل دول مين؟ كل واحد فينا ربنا بنى له أورشليم بتاعته. ربنا اللي بناها على فكرة. كل بيت عندنا هو أورشليم، كل خدمة عندنا هي أورشليم، شغلك اللي ربنا اداهولك هو أورشليم، جسدك بتاعك هو أورشليم. ربنا بيبني فينا طول الوقت، ربنا بيجمعنا في حتت حلوة طول الوقت، في مراعي الخضر يسكنني. مش بنقول كده في المزمور؟ أين أربط عند الظهيرة؟ أنت عايزني يا رب ترعاني فين؟ يقول لك أنا عايز أرعاك في حتة فيها جنينة، في حتة جميلة قوي، في حتة أنا شايف لك فيها الراحة. أنا ببني لك بيتك مع عيلتك، دي أورشليم اللي أنا كونتها لك، مراتك دي اللي أنا اديتها لك، وفي نفس الوقت عيالك دول أنا وهبتهم لك ودول مكانك. لكن إحنا في بعض الأحيان أو أغلب الأحيان دايما بيبقى عندنا مشاكل كتيرة قوي 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 إن إحنا لازم نخرج من أورشليم دي. مادام خرجنا يبقى اتفرقنا، مادام خرجنا يبقى اتفرقنا. ربنا يبني لك خدمة كبيرة قوي مع ناس حلوين قوي واخوات كويسين قوي، لكن الخدمة بطريقتها مش عاجباك، عايز تخرج لخدمة تاني. انا مش لاقي نفسي، ولو خرجت هتخرج عن باقي خدمتك وعن باقي اخواتك. الخروف في مكان تاني، وهلم الشغل وهلم. ربنا يسوع المسيح في كل خطوة بيشوف بعين الرأفة وعين الحنية ان هو بيكون لكل واحد فينا حياة معينة. اغلبنا ما بيعجبناش حياتنا، واللي هو ايه مش راضيين يا رب، مش عايزين. او يا رب انت شايف فلان ده بيعمل ايه، شايف فلان بيعلم العيال ايه، شايف الام المستهترة ديت بتعمل ايه، شايف الراجل ده بيتكلم على مراته ازاي، شايف الست دي بتعمل. وكل واحد بقى يعني اسف مسك السكينة للتاني لحد ما الشيطان يقول لك اخرج بره، اخرج بره اورشليم اللي ربنا اداها لك دي. طول ما انت في اورشليم انا مش عارف اوصل لك، مش عارف انتقم منك، مش عارف، انت محمي. انا هو الطريق والحق والحياه، انا الطريق. وطول ما انت ماشي تلاقي في الطريق مجموعات، وكل مجموعه الرب يرعاهم بطريقته. دير من الاديره، وانت ماشي تلاقي دير، تلاقي كنيسه، تلاقي اسره، كل حد من دول ربنا اداله اورشليم بتاعته. وما بالك باورشليم الداخليه بتاعتك. طب انت يا رب خلاص احنا فهمنا
انت بتجمعنا في اسره ومش عايزنا نسيب بعض، ولازم نعلم بعض طريقك. امال ايه يا رب اورشليم الداخليه بتاعتي دي؟ انت عايز منها ايه؟ ربنا يقول لك لما تخرج من اورشليم الداخليه بتاعتك انت لازم هتخرج من اورشليم التانيه. اصل لو انا مش قاعد جواك، لو مش انا حميك بمجد وسلطان وقوه، لو انت خرجت كل ده انت خسرته. الراجل دوت ربما كان اسلوبه شويه وحش، والابن الاكبر عايز يعيش بحريه وعايز يعيش مع البنت، وده جايب البنت البيت. هل يا ترى الاب غلط انه عمل كده؟ ما اعتقدش، بس ربما الاب ما عرفش يحتوي ابنه، ما عرفش يفهم ابنه، والام قالت لا، اورشليم ايه وبتاع ايه، انا هخسر ابني، وبدات تقف في صف ابنها في الغلط. كل واحد فينا بيخرج من اورشليم بكذا طريقه. نفتكر ان احنا لما نحامي ونخبي ونعمل ده مصلحه العيال، ابدا. انتوا بتخرجوا عيالكم من اورشليم اللي ربنا اداها لكم، بتخرجوهم قولا واحدا. ام اغسطينوس قعدت تبكي قد ايه عشان ربنا يدخل ابنها اورشليم تاني، وبنقول في الترنيمه دموعك يا مونيكا، دموعك. لو احنا مش عارفين نصلح، على الاقل بلاش ان احنا نكسر تاني. اتنين صحاب اتخانقوا مع بعض، والاتنين ربنا اداهم اورشليم في علاقه بينهم صداقه حلوه ومبروكه. واحد فيهم يزعل من التاني فواحد يسيب التاني، كل واحد يدور على صديق تاني، وربما يكون الصديق التاني ده سوء فيشده يطلعوا بره العلاقه النقيه اللي كان فيها مع صاحبه. ونسان وداود كان تربطهم صداقه قويه جدا، ربنا بنى لهم اورشليم في المحبه بينهم. درجه داود كان بيقول لابن شاول محبتك اعجب من محبه النساء. يعني ما شفتش محبه كده. ندور بقى في حياتنا، مين اللي بره حياتنا احنا خرجناه بره اورشليم؟ مين في خدمتنا تفرش بسببنا؟ مين مشي من الشغل بسببنا؟ ياما كتير من ناس بيقطعوا عيش اخواتهم الاضعف منهم، وفي الحقيقه انت خرجت نفسك من اورشليم دي. الرب يجمع متفرق اسرائيل. خلي بالك، وكلنا نخلي بالنا ان احنا مش هنلاقي بعض لو احنا فضلنا كده. واحد متخانق مع مراته سنين، كل واحد فيهم متفرق اسرائيل، كل واحد فيهم خرج من اورشليم اللي ربنا اداها له. طب خلاص خليك بقى. ابونا مينا بابتسامته وصل رساله. الراجل كان قاعد فتره يبكي ويرنم المزمور ده كله على بعضه، ويجي عند دي ويقف. متفرق اسرائيل يعني احنا، انت بتوعدني وعد انت هترجعنا. كل واحد فينا الليله دي نصليها ونقول له يا رب جمع متفرق اسرائيل. ده ممكن متفرق اسرائيل يبقى حد من عيلتنا كان تربطنا بيه علاقه حلوه قوي قوي قوي، ولاي سبب هو مش موجود، حد من عيلتنا. طب ما بالكم بقى متفرق اسرائيل حد يكون انتقل؟ دي ممكن تحصل. مره كان في راهب، والراهب ده كان في احد الاديره، وكان بيشفع بشفيع الدير دوت بشده، لدرجه شفيع الدير دوت كان بيظهر له. بعد كده الراهب يعني انشغل بالعالم شويه، ونزل خدم في العالم شويه، لحد ما تاه وخرج من اورشليم وخرج من خدمته، ويعني بهدل الدنيا، وبدات مشاكل تيجي منه كتير قوي. فجه في ليله الشفيع بتاع الدير جاله وقال له يا ابونا انت لازم تبقى علاقتك بيا زي الاول، مش انا ابوك؟ قال له طبعا. قال له ما انا فين؟ الاول كنت بتاخد بشفاعتي وبتعملي تمجيد، وانا كنت دايما معاك وكنت بتشوفني واشوفك، انت فين دلوقتي؟ فراح القديس ده اللي ظهر له قال له ارجع لديرك، ارجع لاورشليم بتاعتك اللي انت كنت فيها، علاقه روحيه سماويه. تعالوا بقى لابونا مينا عبود. ربنا كون في قلبك صداقه ومحبه للشهيد القوي جدا ابونا مينا عبود شهيد العريش. خلي بالك ربنا بناك اورشليم معاه، والواحد حبه وقرب منه. ويا ابونا مينا الموضوع الفني ده بتاعك لازم تحله. لاي سبب ابونا مينا متاخر، رب المجد عايز يسيبك شويه كده ايا كان، نقوم نعمل زي الراجل ده ما عمل في اول مره، يقلب صوت ابونا مينا. هو احنا قد خصوصات السماء؟ يعني حد فينا قد انه يخسر صديق في السماء؟
وطبعا لما يتمسك بابونا مينا بيبقى شويه متمسك بربنا، وشويه عايز مجد ربنا، وشويه عايش يعيش مع ربنا. لكن تخيلوا كده لو اي حد بعد عن صديقه اللي في السماء، مع الوقت هيبعد عن ربنا خالص. ما هو فقد الايد اللي كانت بتمسكه. يا اخواتي، لو ربنا بنى لنا اورشليم في حياتنا ما نخرجش منها. اخر حاجه، بيت موجود في اسره، واحد عايز يشرب كوبايه شاي، مراته ممكن تبقى في الاوضه اللي جنبه، يكتب لها لو سمحت انا عايز اشرب شاي. هي مشغوله بتعمل اي حاجه، بتعمل اشت مع اي حد، بتتفرج على اي فيديو اي حاجه وتطنش. لو سمحت انا بقول لك قومي اعملي شاي. التاني شافت رساله وطنشت شويه، اتنرفز عليها بشتيمه في الكتابه، ما تردش عليه، يقوم سايب الموبايل ويخش يعمل خناقه رب السماء والدنيا تقوم. ليه احنا جوه اورشليم بتاعتنا محدش فينا بيحاول يحافظ على التاني؟ يعني انا كان عندي مدير كبير يعني في الشركه اللي انا كنت شغال فيها. انا ليا مكتب والمدير ليه مكتب. انا كان حظي ان انا في الدور بتاعه، عايز يقول لي حاجه، فاي حاجه يرفع التليفون يقول لي 1 2 3، اتفاجئ انه يفتح الباب ويجي يقول لي الموضوع كذا كذا كذا، او ما انا انط من الكرسي اقول يا فندم اتفضل مش عارف ايه لا لا انا اعمل كذا كذا كذا. قلت طب معلش حضرتك ليه ما اتصلتش؟ قلت عشان بس اجي اقول لك بنفسي. اجي اقول لك بنفسي دي كان بيوجد جوايا اهتمام ويخليني احبه اكتر واحترمه اكتر. تلاقي العيله جوه البيت كلهم مخاصمين بعض، كلهم بيكلموا شات. ما لازم الشات ده هيخرجنا بره. اتعاملوا مع بعض عن قرب شويه. طب افرض واحد حب يسيب اورشليم وحب ان هو يتفرق، انت على الاقل ما تقفلش بابك. مش اقول لك تعالى وجيت وتيجي على نفسك وروح جيبه، يا عم بلاش دي، بس على الاقل ما تقفلش بابك. في الابن الضال الاب فضل طول الوقت فوق السطح ينتظر ابنه، هو قاعد في انتظار. افضل منتظر انت، افضل منتظر متفرق اسرائيل. اوعى تفقد في الامل، اوعى تقول هو مش موجود ابدا، ده هو قريب وجنبك. وربنا اللي جمع في الاول هيجمع في الاخر. فلنفرض واحد شته بقى وحش او واحد ليه اسلوب لا يحتمل، على الاقل خالص من اجل سلام البيت ومن اجل بقى اورشليم ما تقفلش بابك. استحمل شويه، استحمل شويه. لسه واحده كانت بعتالي وبتقول ان جوزها رنها علقه جامده، العلقه دي قدام بنتها. فانا ما اتضايقتش على العلقه قد ما اتضايقت انها قدام بنتها. لا بص يا حبيبتي، لو انت هتقلبي الدنيا انت هتخسري وبنتك هتخسر وجوزك هيخسر. طب اعمل ايه؟ ما هو مد ايده عليا. قلت لها لو قدرت تسامحي سامحي، ما قدرتيش على الاقل خالص حاولوا تحافظي على سلام البيت، تجنبيه. بس على الاقل خالص بلاش تبقى بينكم النيران المشتعله دي. بعد كده قلت لها انا امبارح صالحته، ممكن هي اي نعم حقها ما جاش احتمال، بس على الاقل خالص حافظ على اورشليم. تفتكروا دي قدام ربنا ايه؟ يعني تفتكروا الموقف ده قدام ربنا يحسبه ازاي؟ ده ربنا يشيلها لك ويبارك في حياتك ويسندك ويحافظ عليك ويرفعك من المزبله ويجلسك مع رؤساء شعبه على طول كده. كل واحد هيحافظ على اورشليم ويحاول يمنع متفرق اسرائيل، ربنا هيبص له بصه مختلفه، هيبقى ليه وزن عند ربنا مختلف تماما عن باقي الناس. كوكب يمتاز عن كوكب تاني، نجم يمتاز عن نجم تاني في ايه؟ ان كل واحد حافظ على البلد بتاعته وعلى مدينته، وحافظ انه ما يتفرقش مع الحد اللي ربنا قاله ده معاك. عيالك هترميهم في الشارع؟ ما ينفعش ترميهم في الشارع، ما ينفعش مهما غلطوا فيك، انت ابوهم. ولما يجوك لحد عندك انت ابوهم، الاب لازم يغفر، الاب لازم يغفر. وما انت اب او انت الام، مهما بنت غلطت فيك ما ينفعش ما سامحيش، ما ينفعش ما نسامحش. ياما ياما ناس كتير بنتحط في مواقف صعبه جدا جدا، وقدامك خيار: يا تسامح من قلبك وتخلي الفرقه دي ما تتمش، او انك تغضب وتولع الدنيا ويبقى انت متفرق اسرائيل. ربنا يدينا نعمه النهارده ان كل واحد فينا يعرف يعني ايه متفرق اسرائيل في حياته، ويطلب من ربنا انه يجمع كل متفرقين اسرائيل في حياته، واطلب من ربنا يديك نعمه في عين الناس اللي متفرقين في حياتك. انا عن نفسي بصلي كده اقول يا رب لو اي حد كان معايا وبقى بعيد عني ما خليني اجد نعمه في عينيه، واقول يا رب اي حد في خدمتي ما تضيعوش من ايدي. لو انت يعني شايفني ان انا ممكن اكون مثلا معاه بساعده في اي حاجه او بكلمه عن ربنا او اي اقول يا رب ما تضيعوش من ايدي. دي لازم تبقى صلاتنا: يا رب اللي انت اديتهم لي في حياتي خليني احافظ عليهم،
ولازم احافظ عليهم عشان دي وزنه ان انت تتهاني. هم حلوين بقى، هم مش وحشين، هم كويسين، هم مجننني، هم مطلعين عينيا، ايا كان. اوعى تقع في متفرق اسرائيل دي. ابو نمين عبود شهيد جدع، راجل ابن اصول، راجل صعيدي صح. اطلبوا من ابونا مينا وشفعوا بيه. هتلاقي ابونا مينا كده بيجي لك كده وابتسامته دي تفرحك، يقول لك يا حبيبي ما تخافش، انا يعني ما ينفعش اسيبك. وكتير اكتب للناس كده، ابونا مينا ما ينفعش يسيبك. اه فعلا ابونا مينا ما ينفعش يسيبك ازاي؟ ده راجل صعيدي، راجل يعرف في الاصول يعني. صلواتكم لينا، وكالعاده بسال كل واحد حاجه وكل واحد يجاوب، ودايما اجاباتكم دي بتبقى تكمله لكلامي. ربنا حلو، ربنا حلو، وهيجي اليوم اللي يجمع فيه متفرق إسرائيل. ما فيش حاجة تانية ممكن أقولها. صدقني هو يعني بعد الكلام دوت فعلا الواحد ما يقدرش يقول غير ان ابونا مينا جدع وخادم امين الى اقصى درجة، بيحب كل الناس، يحب يشوف البيوت كلها مرتاحة ومتجمعين. وفعلا زي ما قالت بنت الرب، ربنا حلو حلو قوي. انا زي كل مره بقول ان ربنا بيكمل كل حاجه ناقصه فيا، لان امبارح فعلا فقدت اعصابي واتنرفزت على بنتي علشان السكر، وفعلا قالت لي ان انا مش هخف. انا اتنرفزت فعلا، قلت لها انت مش هتخفي لاني مش مصدقه ربنا. ربنا النهارده بيجاوب عليا بحضرتك، فانا فرحانه ومبسوطه علشان ربنا بيكمل كل حاجه ناقصه فيا. والرساله التانيه اللي انا استفدت منها ان مشكلتي بالنسبه للمشكله اللي حضرتك حكيتها صغيره جدا، واشكر ربنا عليها. وربنا بقول له سامحني ان انا اتنرفزت على بنتي، وبعت لي النهارده الرساله ان انا لازم استحملها. معك يا أستاذ هاني. اتفضلي يا حبيبتي. لا ما عنديش حاجة أقولها، بس ربنا يجمع كل الناس اللي بيحبونا يكونوا قريبين لنا. بس أنا يا أستاذ هاني كان عندي تعليق بسيط يعني. اتفضلي يا في حبيبتي. ناس بتضر حياتنا جدا جدا، يعني فوق ما أي حد ممكن يتصور. هل هو ممكن يعني الناس تبعد عنهم عشان حتى إنه نكون قريبين لربنا أكتر؟ نبعد من الزعل، من الانفعالات، من التوترات. الكتاب بيقول من خاصمك وعايز ياخد صوبك اترك له الرضا ايضا. بس الكتاب ما قالش اتركه هو. ممكن لو حد بيتصارع معانا على شيء معين نترك الشيء دوت من اجل سلام المكان او الاسره او الجماعه او ايا كان، لكن هو نفسه ما ينفعش نتركه. دوت حد ربنا حطنا فيه جوه اورشليم. هو حتى حد لو بإذينا. حتى لو بيأذينا، على الاقل خالص يبقى قلبنا من ناحيته مش وحش. على الاقل يعني على قدر طاقتكم سلموا جميع الناس، مم. لكن ما يبقاش هو في قلب حاجه وممكن بسببه اطلع من بره اورشليم. يعني تخيلي حد يطلع بره اورشليم بسبب واحد، لا نخلي بالنا. ما هو وجوده برضه في حياتنا حيطلعنا برا أورشليم. لا، الاحتمال والصبر يخلينا نقدر نستحمل حتى محبة يا استاذ هاني ربنا. حتى لو هم أستأذنكم ضربونا في ظهرنا. أستأذنكم اللي يحب يتكلم يرفع ايده. حبيبتي احنا طول الوقت بنضرب في ظهرنا، ايه الجديد؟ طول الوقت كل البشر بيضربوا في بعض في ظهرهم. بالضبط. يبقى واحد بقى يكره كل البشر؟ ما ينفعش. لا مش كراهية، بس اختصار أو بعد أو على الأقل ما يبقاش في قلبنا من جوه. شايل يعني حاجة على الأقل في قلبي. على الأقل يوم ما نتقابل معاه نعرف نسلم عليه بمحبة، نسلم عليه من القلب على الأقل. مم. على الأقل نلاقي كلمة كويسة نقولها له. ربنا يديك الاحتمال. آمين يا أستاذ هاني، صلي لي كتير. ربنا معاك يا حبيبتي. مساء الخير. أهلا وسهلا بك يا حبيبتي، اتفضلي. يعني أنا بس رح أحكي إنه ربنا دائما يجمعنا بكل إشي بقربنا للملكوت، سواء أشخاص أو شغل أو خدمة أو أي إشي، وربنا يبارك خدمتك يا رب. برافو عليك، انت قلت حاجة صح. هو ممكن واحد زي ما الأخت قبل كده قالت حد يتعبنا وبسببه نخش الملكوت. يعني ممكن حد يبقى بيتعبني قوي 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 بسبب الشخص ده نخش الملكوت. في احتمالنا دي ان احنا ما بقناش متفرق اسرائيل معاه، ما طردناهوش من حياتنا، احنا فضلنا مستحملين. هو رب المجد لو كان ما استحملناش كان الصلب؟ اكيد لا. الحمد لله كويسة. انت حلوه
قولي لي حبيبتي، عايزة تقولي حاجة؟ أبونا مينا ده قوي وابتسامته دايما بتطمني. أبونا مينا ده قوي وابتسامته دايما بتطمنك. جدع يا ميرا، جدع، برافو عليكي. انت جبت كده نقطة ابتسامته فيها كلام. جدع يا ميرا. امين يا استاذ هاني، ربنا يدينا نعمة في عينين كل الناس فلن يجمع متفرق اسرائيل. دعواتك. امين. أيوة يا أستاذ هاني. يعني ما اتفضلي. فيش جديد، اللي قالوه كلام جميل جدا. هو فعلا كده، اجمعوا لي قطعين معي عهد على ذبيحة، المزمور قال كده، مم. وربنا هيجمعنا كلنا على الذبيحة ويوصلنا ليه. وزي ما قلتوا فعلا في ناس بتدينا الأكاليل، لا تحزنوا من الذين يعطيكم أكاليلكم. مم. فعن طريق التعب والتجارب والناس المتعبة إكليل. ما نحزنش من التجربة، ما نحزنش من الناس دي، لأنهم فعلا بيدونا الإكليل. كتر خيرهم. أنا فخورة كتير بكم، استضفتوني في هذا الاجتماع. كتر خيركم كتير، وأنا ممنونة منكم. أول مرة بحضر اجتماع الزوم، وتمجيدات بحضرهم كل يوم السبت. الله محبة، إذا الله ما يعني ما يعرف الله ماكو محبة، ولازم محبة تكون بين الجميع. وربنا يبارككم ويبارك خدمتك يا أستاذ هاني. ربنا يخليك يا حبيبتي، تعيشي. شكرا. ربنا معاكي. حد عايز يقول حاجة قبل ما نقفل؟ واذكرنا في صلاتك يا أستاذ هاني. ربنا معاك يا حبيبتي ويسندك. حد عايز يقول حاجة قبل ما نقفل؟ حضرتك عملت ايه يا أستاذ هاني في الموضوع بتاعي؟ طب نتكلم على الخاص يا مير. دعواتكم لينا وصلواتكم لينا، نواظب على الاجتماع، لان انا بحس ان الاجتماع ده مش انا بتكلم فيه قد ما ابونا مينا كده بيبقى سايق القعده، وهو اللي بيوجهنا كده. صلواتكم لينا وبركه ابونا مينا معاكم وفي ظهركم، وتثبتكم ويشدكم لايد ربنا ويسلمكم لايد ربنا. وبنفكركم بالانتساب لإلهنا القوي. كتر الف خيركم. تصبحوا على خير يا شباب.